السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايبي وإخواتي وأصحابي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال يا رب، أمين أمين يا رب العالمين. ربنا يبارك لي فيكم وما يحرمنيش منكم أبدا أبدا. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. آم، بصوا كده، انا اكلمكم بقى الفيديو النهارده عن ايه. في حد الله يبارك فيه الفيديو دوت. انتوا لو تشوفوا الفيديو اللي قبله كانت حبيبه بنتي جايبه الشنط السودا ديت. الشنط دي في السودا دي فيها ايه؟ فيها 5 فرخات. في حد اسمه استاذ مرجان بيخش لنا البث، حد يعني داعم، انسان محترم كويس، ربنا يبارك فيه ويرزقه يا رب من وسع ويكتر خيره. يعني بصراحة هو كان لقيته بيقول لنا أنا عايزة أبعتلك 5 فرخات تديهم لحد يكون محتاج. يعني قال لي ايه اشوي منهم؟ قلت له انا يعني هشوي فراخ وكده. بمناسبة الكلام يعني راح قايل طب انا هديك ايه، هبعت لك فلوس تجيبي 5 فرخات تاخدي منهم اللي يكفيك والباقي وزعيه. هو ما حددش اوزع على الجيران، اوزع هنا اوزع هنا، بس هو معنى وزعيه يعني وزع الجيران. طبعا انا خدت ال5 فرخات اللي انتوا شايفينهم دول. طبعا في حد يعني واحدة انا اعرفها شخصيا، معاها 6 عيال، ربنا يعينها على اللي هي فيه، وجوزها مش موجود معاها وبتشتغل، ومريضة، ربنا يعينها. فانا طبعا فكرت بصراحة، قلت ايه، انا حش لها هي فرخة على جنب، الفرخة اللي انا حطيتها في الفريزر ديت، وهنا كده هوت في فرخة تاني انا هحوشها بصراحة لحد برضو محتاج. لان انا عارفة جيراني كلهم هي بصراحة حالتهم المادية كويسة، يعني ظروفهم كويسة. انا بدور على اللي محتاج. عايزة اقول لكم انا ليا كذا صاحبة، بس ايه ظروفهم المادية بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدهم يا رب، الله اكبر عليهم، ربنا يزيدهم، حالتهم المادية فوق الممتاز، مش محتاجين حاجة. بس في ناس تانية انا اعرفها يعني مع ان دول الست اللي انا بعتلها دي والله العظيم يا جماعة مش قريبة مني زي اصحابي التانيين اللي هم حالتهم المادية كويسة، بقول لهم. بس انا بفكر في ان مين محتاج، يعني مين اللي محتاج للشيء ده، للحاجة دي. فهو قال لي وزعهم لله، هو أمني على حاجة زي كده. فأنا بفكر مين اللي عارفة داخليات بيوتهم، وعارفة مين اللي محتاج ومين اللي يستاهل المساعدة. فأنا طبعا رحت حايشة فرختين على جنب وبعتهم للي محتاجهم. اتفضل 3 فرخات من ال5، شويت واحدة ليا أنا والعيال، والاتنين التانيين اللهم صل على النبي، الاتنين التانيين رحت ايه شويتهم ورحت موزعاهم على ايه، على الجيران. حتى انا يعني ما قلت له كتر خيره، وقلت له يعني حد واحده كذا كذا امورها كذا كذا، قال لي مش مشكله، اعمل لي اللي انت شايفاه. وبس ايه انت هتشوي يعني، وعارف ان انا جايب الفراخ على اساس ان انا هشوي وهدي وكده وهاكل منها انا وعيالي. ربنا يبارك فيه يا رب، يوسع عليه ويجعله في ميزان حسناته، امين يا رب العالمين. طبعا انا كده مسكت الفراخ كده غسلتها، مع ان بتاع الفراخ ده عايزه اقول لكم نضيف زي الفل، لا بيخلي الفرخه فيها ريشه ولا اي حاجه، الفرخه بتبقى بيضه زي القشطه كده وما فيهاش اي حاجه. انا بحب افتح القلب زي ما انتم شايفين كده، بيبقى جواه دم متخزن، والكبده بمسكها كده بروح لو في حته فيها حته دم كده بروح اقعد افتحها بالسكينه. ممكن تقولوا ان الكبدة كده تتقطع وتتهري والكلام ده، لكن معلش انا بحس ان كده احسن، يعني بنضفها احسن. هنا وانا على فكرة وانا بغسل لكم الفرخة، التليفون يعني التليفون قال لي الخزينة ممتلئة. انا ما اعرفش كل شوية يعمل لي كده، ما كانش بيعمل كده الاول. مش عارفة ليه بيعمل كده، ومع انها ما بتبقاش مليانة نص المساحة بتاعته، حتى ما بتبقاش مليانة، نصها مش مليان، ويقعد يجيب لي الخزينة ممتلئة، مش فاهمة ليه. فكده اهوت هو هيفصل مني. فانا مسكت الفراخ غسلتها كذا مرة والله، مع انها نظيفة، غسلتها بالخل مرتين 3 لغاية ما هتشوفوا تلاقوا المية بتاعتها بيضة خالص. بصوا كده انا عمالة افتح في الكبدة بتاعت الفراخ عشان اطلع منها الدم الاسود اللي فيها. بصوا كده. يعني بصوا الكبد كده اللي هو القلب شايفينه، اللي هو القلب المثلث ده بيبقى مليان دم اسود كده من جوه، فبمسكه اغسله كويس اهو كده اهوت. هبتدي اروح غسلهم بقى كده، انا غسلتهم الغسله الاولانيه عشان لو في ريشايه ريشه ولا حاجه، بس هم ما فيهمش حاجه بصراحه. الخلفيه بتاعت الفرخه بروح قطعاها، هو برضو مش مخلي فيها حاجه.
مش مخلي بصراحة في الفرخة لا الخلفية بتاعتها، يعني اللي هي التوتة بتاعتها. هو شايلها بصراحة بتاع الفطار. بص المية بيضة ازاي، وهفضل كده اعمل لها في مية كده وادلقها. يعني افضل اغسلها وادلق المية، اغسلها وادلق المية. وبرضه هروح حاطه لها خل دلوقتي واغسلها تاني، اغسلها مرتين. والله ما فاكرة يا مرتين يا 3 مرات غسلتها بالخل. بصوا كده بقى. مشكلتي انا بقى إيه غسلت حاجه اغسل ايدي بالصابون، قشرت بصلايه اغسل ايدي بالصابون، فصصت توم اغسل ايدي بالصابون. مش عارفه حبايب بنتي بتقولي الصابون محدش بيخلصه الا انتي. حبايب بنتي اهو بص، حتى غسلت ايدي في الصابون وهحط ايدي في الفراخ تاني. تقولي طب ما انتي بتحطي ايدك يا ماما في الفراخ تاني، طب ليه بتغسلي ايدك بالصابون؟ والله ما اعرفش، بحس ان ايدي فيها اي حاجه بتضايق، بحس انها نطفت لما احط عليها صابون. كده اهوت بصوا كده غسلتها، اغسلهم كده الدور دوت بالخل اهو. وهرجع اغسلهم تاني. هنا بقى التليفون فصل مني، قال الخزينة ممتلئة. بصوا كده دي كانت الغسلة التانية بالخل اهو. كده اهو بقوا زي الفل. بصوا ميتهم بيضة ازاي، ميتهم بيضة زي الفل اهي. غسلتهم كذا مرة. ابتدي بقى اعمل لهم التتبيلة اهو. احطهم بقى، سبتهم في في المصفى عشان يصفوا الميه اللي فيهم. هنا بقى نعمل التتبيله مع بعض. انا دايما بجيب الكبه عشان بيبقى مفروم فيها قوطه، مفروم فيها بصل. حتى لو غسلها بصابون ريحته شاذه، برضو بتبص تلاقوها مع الركنه في قلب المطبخ ومغطياها، وبتلاقي الكبه دايما سبحان الله بتبقى عامله ريحه كده ما اعرفش ليه. فبروح واخداها غسلاها وارجع ايه، اروح فرمه فيها الحاجه. كده بقى انا احضر التوابل جنبي. الفلفل الاسود والكمون والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر ايه تاني، اللهم صل على النبي، والملح والمرقه والكلام ده كله. دلوقتي يعني هنبقى مع بعض دلوقتي واحنا بنحط كل حاجه، والكزبره الناشفه اهو كده. هجيب بقى ايه، هجيب كوبايه الزبادي. انا جايبه كوبايه زبادي 4 كيلو، مش عارفه والله ربع ولا نص دي. هحطها كلها على ما الفراخ ما تتصفى كويس المية اللي فيها عشان تشرب من التتبيلة دي. كده ايه بقى، دي توابل فراخ شوي. يعني توابل فراخ شوي. جبت كيسين حطيتهم على كوباية الزبادي. هنجيب ايه تاني بقى، اللهم صل على النبي. بصوا بقى، عايزة اقول لكم والله والله لو جربتوا الطريقة دي طعم الفراخ، الجيران بيقولوا احنا ما دقنا فراخ في حياتنا بالطعم الجامد ده. جربوا الطريقه دي. ده الفلفل الاسود انا فضيته في البطرمان، حطيت حبه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، قد نص كوبايه شاي، نص معلقه شاي. وزيها كمون، وزيها كزبره، وزيها بصل بودر، وزيها توم بودر، وزيها بابريكا، واروح ماليه المعلقه ملح، مهرماها ملح، اللي هي برضو معلقة الشاي على فكرة، مهرماها ملح وحطاها. بصوا كده هقشر البصلتين دول، هقشر البصلتين معاكم دلوقتي، وهحط برضو البصلتين في الكبة. عايزاكم تجربوا طريقة الشوي دي وشوفوا طعم الفراخ هيبقى عامل ازاي. طعمه، انا عيال عمال بيقولوا لي ما تيجي تشوينا يا ماما بالله عليكي ما تشويناش فرخه واحده. احنا بنحس ان مسافه ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو فعلا بصراحه الفرخه المشويه بتصفي يعتبر ميتها كلها، فبتلاقوا الفرخه بتقل قوي. فاللي بياخد حته ياكلها يدوب على قطمتين، ما بيبقاش فيها. فاحنا كم نفر، احنا 4 افراد وعيشه، يعني مش او نص فرد يعني. بس إيه، احنا عشان نحس ان احنا كلنا فراخ مشويه المفروض اقل حاجه فرختين، على راي حبيبه بنتي والله. تقول لي يا ماما لما تيجي تشوينا تاني مره بالله عليك شوينا فرختين، قلت لها حاضر. كده بقى ايه، بلم الحاجه من على المطبخ اول باول. احط ايه بقى، اغسل البصلتين واروح مقطعاهم كده مكعبات، يعني مكعبات كبيره مش مكعبات صغيره، بس عشان ايه تتفرم على طول، عشان تتوزع في قلب الكبه كده ما تتحشرش في السكينه. بس كده. اروح اجيب بقى ايه، ليمون، وهجيب قرن فلفل حامي، وهجيب
3 فصوص توم او 4 فصوص توم كبار هحطهم كده. انا بغسل ايه، بغسل الليمون وقرن الفلفل والكلام ده كله. تمام كده. انا حط ايه، احط 3 قطيات اهما، 3 طماطميات عليهم. انتوا بس اعملوا التتبيله دي وهتدعولي، جربوها وهترجعوا بصوا بقى ايه تحطوا. اللهم صل على النبي. هجيب بقى دلوقتي الليمون واجيب الفلفل الاخضر. انا كان نفسي احط قرنين 3 بس عشان عيشه، مع انه والله لما حطيت قرن الفلفل دوت كان عامل شطشطه يعني مش قوي، بس ايه انا حاسه بيها يعني. انا كبيره حاسه بيها. بالنسبه للعيشه كان حراق وما كنتش عارفه تاكل. اضطريت ان اسيب لها الفراخ تبرد خالص عشان ما تبقاش مشطشطه قوي. الخل بقى اهم حاجه. الخل حطيت قد ايه خل؟ نص فنجان خل على كام فرخه، 3 فرخات دول عشان يكون عندكم عين. كده. دي البابريكا. بقول لحبيبتي دي شطه ولا بابريكا، احسن خايفه لا احط منها واكتشف ان شطه في الاخر. هعمل الاكل وعيشه يا عيني ما تاكلش منه. دي ايه؟ دي واحده مرقه دجاج اهي حطيتها. بصوا الخلطه دي في الجون يعني في القلب زي ما بيقولوا. بصوا كده بقى نفرم بقى كل الحبشتكنات دي مع بعض. حلوه الحبشتكنات. نفرم كل الحبشتكنات دي مع بعض كده ويديله ادوا مع بعض. يلا بقى روحوا بقى نفرم بقى فرمة محترمة، نضربها ضربة مبرحا ونرجع بقى كده. انا يعني ادوقها بقى اشوفها لو محتاجه ملح ولا حاجه، مع ان انا عارفه الحمد لله ما شاء الله. انا بحط الملح. حبيبتي تقول لي يا ماما انت بتعملي الاكل وبتحطي الملح وازاي الاكل بيطلع مظبوط انت ما بتدوقهوش؟ اقول لها لان انا عارفه هو كده كفايه ولا لا. ما اعرفش هي بتيجي معايا ما اعرفش. انا بحط الملح وبيطلع مظبوط. تعود زي اللي اتقن الصنعه قوي ما اعرفش. بصوا هقول لكم حاجه. ليه ما بعتش لاصحابك كلهم مثلا او الكلام دوت؟ انا بدور على يا جماعه اللي ظروفه صعبه. انا ظروفه صعبه، اللي ظروفه صعبه. انا عشان انا مريت بظروف يا جماعه. آه، مش عارفه اقول لكم ايه. انا مريت بظروف في حياتي. انا بنتي الصغيره دي كانت بتبقى عيانه ما كنتش ببقى لاقيه لها تمن ازازه الدواء. والله العظيم يا بنتي يا عيشة، جه عليا ايام كنت اشيلها على حجري طول الليل سخنة ملهلبة وعيط عشانها ومش معايا حق ازازة دواء اجيبها لها حتى من الاجزاء. مش هقول لكم اكشف لها واجيب لها علاج، ما كانش بيبقى معايا حق ازازة الدواء. جه عليا ايام كنت بعمل اكل العيشة اكلها وانا وحبيبة واحمد ما كناش ناكل عشان نوفر الاكل الحبيبة العيشة قصدي الصغيرة. فبصوا الحمد يعني الواحد عشان مر بالظروف دي بيحس قوي لما بيلاقي حد ظروفه صعبة بيحس بيه. بيحس بيه وبيفتكر الأيام اللي كانت عليه ما كانش يلاقي فيها فعلا. هو الحمد لله على كل شيء. عشان كده بقول لكم لما بلاقي لو انا في ايدي ان انا ادي حد حاجة. عايزة اقول لكم حاجة. انا واحدة ادتني 5 اكياس رز، 5 شنط رز، وخدت ال5 شنط رز قالت لي ليكي فيهم شنطة والباقي توزعيهم لحد محتاج. فضلت عندي وزعت كيسين رز يعني. انا خدت من ال4 اكياس خدت كيس اتفضل 3 وزعت كيسين واتفضل كيس. فضل الكيس ده مربوط، كانت مديهم لي في العيد الكبير. فضل الكيس ده مربوط ومتشال لغاية بعد العيد الكبير يجيب شهرين ولا بشهرين ونص، لغاية ما لقيت حد يستاهله ومحتاجه واديتهوله. من كتر ما انا مش قادرة انسى الظروف اللي عشتها والايام اللي انا عشتها. والله العظيم يا جماعة ببقى نفسي كل ما اشوف حد ظروفه صعبة نفسي لو يعني اديله كل حاجة. لان كنت في وقت كنت محتاجة حد يمد ايده ليا، محتاجة حد يقول لي انت عاملة ايه. حتى الحمد لله على كل شيء، الحمد لله فعلا على كل حاجة. فبصوا هقول لكم. بصوا كده انا الفراخ كنت نسيت افتحها. هو الراجل مقطع لي الفرخة 8
تمام، لانها للشوي. حبيبه قالت له دي للشوي. فانا الحته بتاعت الصدر اللي بتبقى فيها حته اللحمه الخشنه دي بفتحها حتت حتت، بفتحها بقطعها كذا، يعني بفتحها كتير كده. خليت التتبيله واصله للعظم. الكلام ده امتى؟ يوم ما عملت السمك لو تفتكروا الحلقه اللي قبل دي. جيت حبيبه بعد ما عملت السمك وكلنا وكده، دخلت ظبطت المطبخ، مسكت رحت داخله متبله ايه، تبلت الفرخه كده. ده تاني يوم. ده تاني يوم انا كده حطيت الفرخه في قلب التلاجة. تاني يوم ده بقى تمام. عملت ايه بقى؟ اللهم صل على النبي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدت ايه؟ خدت الحاجه كده، هبتدي اخدها وهنزل بيها الجنينه عشان هنبتدي نشوي. هنبتدي نشوي. هاخد بقى الشوايه واخد الحاجه معايا. مش عارفه هنا كنت فاتحه المطبخ ليه، بدور على ايه مش عارفه. هيبان دلوقتي، هيبان. يلا فقدت الامل. كده بقى احنا بره في الصاله اهو. حبيبه راحت تجيب الشوايه جابت لي الشوايه من البلكونه، حطيتها لي في الاوضه لان انا حاطه عليها كراكيب وحاجات جوه في البلكونه. حبيبه كده راحت تجيب لي، اللهم صل على النبي، كانت راحت تجيب لي فحم لان نسيت تجيب فحم. كده انا مستنياها تيجي عشان تيجي تشيل معايا، لان اشيل الشبكه، وهشيل اللهم صل على النبي الشوايه، وهشيل الحله اللي في الطبق الكبير البلاستيك اللي في قلبي الفراخ المتبله دي، فراخ اللي هنشويها. وكده عيشه كنا محميينها، وحبيبه لبستها السروبته دي. كانت يلا يا ماما مش هننزل يا ماما كل شويه، يلا يا ماما مش هننزل يا ماما. مسكت الشبكه بقى دي حطيتها في جوه في البانيو، في الحمام، بانيو نضيفه على فكره، ومسكته وغسلته برضو. ورحت ماسكاها غسلتها كويس قوي. كده احنا نزلنا الجنينه اهو. هنبتدي بقى ايه، ده الفحم اهو اللي كانت جايبه حبيبه. هو كان في قطع كبيره شويه. بصوا يا جماعه، الشوي عايز الفحم سيبيه زي ما هو، ولعيه، وبعد ما يولع حاولي تروحي كسره كده الفحمايه اللي تلاقيها قد الدبشه كبيره قوي كده دي. ما ينفعش، دي هتبقى لازقه في الفراخ، عاليه واصله للفراخ فتحرقها. فتعملوا ايه بقى؟ الشوي تعملوا ايه فيه؟ تمسكوا الفحم تولعوه الاول. تمام، تولعوه. وبعد ما تولعوه، بص انا كده بحط ورقه اهو. تولعوه. بعد ما تولعوه الدبشيه الكبيره زي اللي انا بمسكها دي بتكسروها. تكسروها على كام حته؟ على 3 حتت 4 حتت كده. بس مش بتكسروه تبقى حتت صغنطوطه قد عقله الصباع ده، كده يصفى بسرعه. وفي نفس الوقت مش ما تخلوش كبير قوي زي ما انتوا شايفينه كده. لازم يتكسر شويه. يعني لازم أن يبقى ايه، يعني الحته اللي انتوا شفتوها في ايدي دي تتكسر 4 حتت 3 حتت لو اصغر شويه كده. بقى الشوي المفروض تسيبوا النار تفضل ولعه لما كلها تولع، وما يبقاش الفحمايه فيها حته سودا، وترجعوا توزعوها في قلب الشوايه كلها. في قلب الشوايه كلها كده، وتبتدوا تحطوا الفراخ. انا كنت بصور بايد حاجه كانت فاتحه بس على فكره وقتها. انا كنت بصور بايد وعماله اعمل بايد. بصوا ايديا بقت عامله ازاي من الفحم كده. انا حتى ما عرفتش ان انا ارص الفراخ واعمل وبتاع، لان كنت ماسكه الحامل في ايديا اللي هي الشبكه، وعماله ارص فيها الفراخ. فما كنتش عارفه اصور، يعني كنت ملخومه شويه في حاجات المفروض اجيبها لكم بس ما جبتهاش والله. بصوا كده، دي كده هقلبها معاكم شويه كده بس الجنب اللي تحت يتشوي، وارجع ايه بروح قلبها كده احسن. في حد، انا اول مره اشوي انا يعني ما كنت اتحرقت مني وكانت نيه من جوه شويه، حبه حبه اتعلمت وبقيت اعرف ايه، بقيت اعرف اشوي كده. انا قلبت الفراخ، وبعدين حبه طلعت جابت لي الستاند ونورت النور بتاعه، وانا منوره الفلاش بتاع التليفون وانا بصور. بصوا كده انا شويت دور، ورحت مديالك اديته واحده جارتنا وقلت لها وزعي عليكي انت والاتنين التانيين. بس حبيبه قاعده مستنيه بتقول يلا. كانوا جاعوا. اشوفكم على خير يا حبايبي، وبالله عليكم يا جماعه ما تنسونيش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبتوحشوني جدا جدا. وما تنسونيش في اللايك يا جماعه، وشاهدوا لي الاعلانات ارجوكم لو سمحتوا تشاهدوا لي الاعلانات. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. وما تنسونوش بالله عليكم، بالله عليكم يا جماعه، انا بستحلفكم بالله، دي مساعده منكم ليا، اعتبروا ان انتوا بتساعدوني.
اعتبروا ان انتوا بتساعدوني، تشاهدوا لي الاعلانات وتحطوا لي اللايك. ولو حد قدر يبقى كتر خير ويشير لي، يشير لي يا ريت. انا بحاول اوقف القناة تاني على رجليها، بحاول على قد ما اقدر. وربنا ما يحرمني منكم ابدا ويخليكم ليا ويبارك فيكم يا رب، ويسعدني وجودكم معايا دايما. وكل حد حط لي لايك ربنا يبارك فيه وتسلم ايديه ويبارك فيه ويديله الصحة وما يحرمنيش منكم ابدا، ويبارك لي فيكم يا رب. وادعوا الاستاذ مرجان وادعوا لاخوه بالشفاء، ربنا يشفيه يا رب شفاء لا يغادر سقمه. ربنا يرزقه يا رب ويوسع عليه بحق الخير اللي هو بيعمله مع الناس اللي حواليه، وبحق اللي هو بيعمله ربنا يبارك له يا رب ويوسع عليه ويوسع رزقه ويرزقه قد اللي هو بيعمله مع الناس 100,000 مرة، وربنا يبارك له.